السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حاعمل معاكم خبز البريوش أو المعروك أو العوقة. يعني تعددت المسميات والنتيجة تحفة. خبز اسفنجي رائع، ممكن تحشيه انت بأي حشوة بتحبيها، شوكولاتة، مربى، زي ما بتحبي، ولكن أنا عملته بدون أي حشاوي. نبدأ بسم الله. بحتاج لطحين منخول لو مرة واحدة، زبدة مدوبة، خميرة، بيضة، سكر وحليب دافي للعجن. أول إشي بدي أضيف السكر على الطحين مع رشة من الملح، ومهم جدا دايما في العجائن تضيفي رشة من الملح. الخميرة وبخلطهم مع بعض. الآن بضيف الزبدة بخلطها مع الطحين وبتأكد انه الطحين اخذ كل الزبدة. تمام هيك. البيضة، وبدي اضيف معلقة صغيرة من الفانيلا، بفضل اضافتها، وبخلطهم. الحليب شوية شوية بضيفه وبضل اعجن. وكمان بالعجاين مهم جدا اضل اعجن، كل ما عجنت اكتر كل ما كانت النتيجة افضل. بدي اضل اعجنها 10 دقايق، ربع ساعة، وهيك بعد ما عجنتها بغطيها بنايلون وبتركها ساعتين 3، وكمان ادفيها، مهم كمان اني ادفيها. بعد ما مر الوقت، مر عليها هين 3 ساعات، برش طحين بفردها بشكل اسطواني. وبدي اقطعها قطع متساوية، تكون كل قطعة قد التانية. هذه الكمية عملت معايا 16 قطعة زي ما انتو شايفين، وبحاول تكون القطع قد بعض. الآن بدي أعمل كل قطعة رول بالشكل هذا، وكل حبة بريوش بتحتاج ل3 رولات. يعني هاي أول رول، هاي الثانية والثالثة، وبحاول أخليهم بنفس الطول لأنه بدي أعمل شكل الضفيرة. الشكل للبريوش زي ما بتحبي، بس هذا الشكل سهل وبنفس الوقت حلو في التقديم. بدي أعمل الضفيرة أو الجدلة. تمام هيك. باخد الطرف بخليه لتحت وبلف الجدلة بالشكل هذا، والطرف الثاني كمان بخليه لتحت، يعني بديش أظهر الأطراف. وبرتبها بصينية يكون فيها ورق زبدة أو تدهنيها بزبدة زي ما بتحبي. خليني أعمل كل الموجود ونكمل مع بعض. هاي واحدة تانية. الكمية طبعا عملت 5 قطع من البريوش، وضلت قطعة واحدة صغيرة رفيعة عملتها رول صغير. بغطيها وبتركها على الأقل ساعة. مهم جدا في البريوش إنه ياخد وقته في التخمير. حضرت صفار بيضة، خلطت معاه شوية من الحليب السائل وبدهن فيه القطع. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200، تطلع النتيجة تحفة زي ما انتم شايفين، هيك ولا أروع. يا ريت تشيروا عندكم الفيديو حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.